تشوف صح؟ العيد في إيران مش كما العيد في البلدان العربية. احنا في البلدان العربية صح خليني نقدر احنا في البلدان العربية ندخل في البيوت يعني نكون لما. هذه أول مرة نشارك في يوم عرفة في إيران، مع أني عندي يعني كم سنة مقيمة هنايا، لكن اليوم حبيت نوريكم كيف عاداتهم وتقاليدهم في يوم عرفة وكيف يستقبلوا يوم عرفة، فخلوكم معايا. أنا شخصيا ما كانش يعني في بالي أنه يوم عرفة يكون يوم مهم جدا بالنسبة للإيرانيين، يعني تجمعهم عجيب. يوجد هناك خطبة، داروا خطبة خاصة ليوم عرفة وبعدها دعاء عرفة. ومع أن الجو حار لكن الناس جات واجتمعت، واستغرق الدعاء تقريبا 2.5 إلى 3 ساعات. صحة عليكم، كل عام وانتم بخير. قلت من خلال هذا الفيديو نعرفكم على تقاليدنا وعاداتنا في الجزائر لاستقبال يوم عيد الأضحى. عيد الأضحى عنده مكانة خاصة عند الجزائريين، ومنها ذبح الأضحية وعمل الملفوف. الملفوف اللي هو عبارة عن الكبد مع شحم الخروف. عاداتنا وتقاليدنا واللمة الجزائرية جميلة جدا، وخاصة لمة العائلة. انتم احكوا لي كيف عاداتكم وتقاليدكم في العيد وكيف مضيتوا عيد الأضحى. شان فأينو بيجي نجري بيجي خب بيجي أفعلي. العيد في إيران يختلف عن باقي البلدان العربية. هنا العيد يكون أكثر للأضحية، يعني الأضحية ياخدوها للمذبحة، ومن المذبحة يقسموها كلها على المحتاجين. احنا في الجزائر عاداتنا وتقاليدنا تكون أجمل، لأن نتلموا نكونوا مع بعض، نعملوا الملفوف. ماما بكا مدخلة خبيك حامل شوفيكي نعملوا الملفوف. حتى الأضحية يعني نذبحوها في البيت، لكن في إيران هي ممنوع انك تذبح الأضحية في البيت من غير اللي عندهم يكون عندهم حوش أو حياط. فاليوم يعني هو عيد عادي استقبلوه كباقي الأعياد. صح ماما هيك دقيقة. صح شد هادي شد هادي هادي شدها هادي. سينا راهي عامل فيا محمد. المهم يعني ما عندهمش عادات وتقاليد خاصة في يوم العيد، وهذا اللي يخلي جو العيد يعني يختلف شوية على ما تعودنا عليه هنايا في الجزائر أو في البلدان العربية.